الأوزي وما أدراك ما الأوزي من أفخم وألذ الأكلات السورية الرمضانية اللي تقدم على سفر رمضان. رح أسويها معاكم بإذن الله بطريقة سهلة ورح تعجبكم كثير. رح أستخدم ثمنة فارم بطبخ الرز وحمص اللحم. عندي هون ملعقة كبيرة من السمنة. طبعا النار عندي هون عالية، ضروري دائما عند حمص اللحم تكون النار عالية. ضفت هون كمية اللحم وراح أحركه مع التقليب، أقلبه على نار عالية لحتى ينشف كل السوائل، تنشف أو المي اللي راح يطلع منه. بنفس الوقت لبين ما أحمس اللحمة بقدر ثاني ضفت ملعقة من السمنة، يفضل سمنة أو زبدة مشان تعطيني نكهة طيبة. ضفت كوب من الرز المصري. طبعا تحبوا توقعوا شوي، يعني هون غاسل الرز فقط، يعني غسيل من دون نقع. راح أقليه مع السمنة شوي لحتى ياخذ النكهة. بعدين راح أضيف عليه شوي ملح، وراح أضيف عليه مكعب ماجي فقط من دون توابل، لأنه التوابل راح أضيفها على اللحم. وأضيف عليه المي الحار وأتركه ياخذ غلوتين ثلاثة، بس شوي المي الحبة تفتح معايا شوي، وأهدي النار وأغطيه وأتركه يستوي على كيفه. عندي هون اللحمة، نرجع للحمة. اللحمة تقريبا بلشت المي اللي تطلع منها تنشف. بس تنشف عندي السوائل أهدي النار وأبلش أضيف التوابل. عندي هون رح أضيف شوي من البهار المشكل، ورح أضيف شوي من القرفة. طبعا رح أضيف الملح، أعدل الملح، ورح أضيف رشة فلفل أسود. وهون بس ما تحتاج أكثر، بس بهار مشكل وقرفة وفلفل أسود شوي ملح، وأقلل النار على نار هادية. بعدين رح أضيف عندي كمية البازاليا. البازاليا أنا عندي هون تقريبا مجمدة، فهي مسلوقة ومستوية، مجرد تقلاية بسيطة مع اللحم. عندي هون إضافة ثانية وهي مكعبات الجزر، تضاف مع البازاليا واللحم، بس أولادي ما يحبوها فما أنا مو ضايفة، بس هي مع أساسيات الخلطة هذه. فأنتم بهالخطوة ضيفوا الجزر. نقدر نضيف عليه شوي مي ونتركها شوي تاخذ غلوة مع بعض بكمية بسيطة. عندي هون مكسرات راح أحمصها بالقلاية الهوائية، راح أكون شوي صحية وأحمصها شوي بالقلاية الهوائية. عندي لوز وعندي كاجو، وأنتوا استخدموا حسب المتوفر عندكم. عندي هون كل الخلطة صارت جاهزة، عندي الرز جاهز وعندي المكسرات جاهزة وعندي الرز. راح أخلط كل هذه المكونات مع بعض. طبعا تقدروا انتوا هون اللحمة والبازاليا والرز تسووها كلها بنفس القدر، يعني تحمسوا اللحمة وتضيفوا البازاليا وبعدين الرز، بتقدروا نحطها كل وحدة لحال، فتقدروا كلها بنفس الوقت تعملوها تكون أسرع. بعد هون شوفوا هون الخلطة صارت عندي جاهزة وخلطناها. راح أستخدم هون، راح أبلش بفرد حبات البف باستري. عندي هذه البف باستري مطلعتها قبل وقت، قبل ما أبلش بتجهيز المواد أو الخلطة، وذايبة عندي وجاهزة. راح أبلش أفرد. انتبهوا هون ما راح أفرد الناحية اللي بالنص، أخليها سميكة، لأنه أنا راح أستخدم الأطراف، أسكر الأطراف. فتقريبا من الربع ورا راح أبلش فقط الأطراف، راح أمدها شوي. بعدين هون راح أحطها بزبدية. شوفوا زبدية مناسبة عندكم بالمطبخ، ما يكون حجمها كبير. راح أضيفه وأبلش بإضافة الحشوة. نحاول نحط كمية كافية من الحشوة. بعدين راح أحاول أسكرها. شوفوا من الأطراف ما يكون بي معايا أي مكان مفتوح، أحاول أسكره كويس من الأطراف. بعدين مجرد أقلبه وراح نحصل على حبة الأوزي. شوفوا هذا يكون شكله. راح أصفه بالصينية وأكمل كل المقادير بنفس الطريقة. راح أسوي حبة ثانية معاكم مشان تكون عندكم الصورة أو الطريقة واضحة. طبعا بالنسبة للصينية معروفة البف باستري هي عجينة فيها كمية من الزبدة، فما تحتاج إنه الصينية ندهنها أي مواد زيت أو سمنة أو أي شيء. ما تحتاج أي شيء ندهنه، لأنه هي أصلا العجينة تكون بها مادة دهنية. وهذه الحبة الثانية صارت جاهزة. نكمل كل المقادير بنفس الطريقة. وهون بعد ما خلصنا كل الكمية راح أدهن الوجه ببيض. طبعا دايما أنا أضيف مع البيض شوي خل مشان ريحة البيض. ندهن كل الحبات، وتحبوا تزينوها بشوي من اللوز وندخل الفرن من تحت من فوق مشان تاخذ هذه التحميرة الحلوة. وهون حبات الأوزي صارت عندي جاهزة. طبعا إحنا نقدمها هون مع سلطة الزبادي، خيار مع الزبادي تقدم.
وهالوصفة لذيذة، يعني تقدروا تقولوا عليها إنه تعدت مرحلة اللذاذة. بجد لازم تجربوها. شفتوا طريقتها معايا سهلة، وشوفوها من داخل حبات الرز مع المكسرات مع البازاليا، وانتوا تضيفوا الجزر معاها بتطلع شي. وهذه كانت وصفتنا لليوم. حبيت أسويها معاكم بأبسط وأسهل طريقة، وتكون إن شاء الله يا رب تكون واضحة معاكم، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وأي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله أرد عليكم. وبآخر الفيديو أتمنى إنه تسعدوني بلايكاتكم، وتنشروا هذه الوصفة بين أحبابكم، أو تنشروا قناتي بين أحبابكم وأصدقائكم، وانتظروني بوصفات قادمة.